أخطر المطارات في العالم. في مدينة لوكلا على ارتفاع 2900 متر، والخطورة في هذا المطار تكمن في مدرجه الذي لا يتجاوز 500 متر تقريبا، وينتهي بجرف يبلغ ارتفاعه 600 متر تقريبا، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة ركاب الطائرة. مطار سيكوبوس اليوناني. هذا المطار تابع لجزيرة سيكوبوس اليونانية، وبالرغم من أن طول المدرج هذا يبلغ 1 كيلومتر مما يجعله مثاليا لهبوط القط، ولكن الجرف الذي يقع عند نهاية مطار جبل طارق. كسر هذا المطار القاعدة المعروفة عن مدرج هبوط الطائرات بكونه يجب أن يكون في منطقة شاسعة وفارغة، حيث يتقاسم هذا المطار المدرج الخاص به مع الطريق المروري الرئيسي بالمدينة، كونه الطريق المستقيم الوحيد الموجود. مطار كورشوفيل. يقع هذا المطار في جبال الألب الفرنسية، وتكمن خطورته في مدرجه كونه يشبه التل، وهو غير مستو كباقي مدرجات المطارات حول العالم، وهو أيضا قصير للغاية، مما يجعل الطيارين ملزمين بعمل عدد من المناورات عند الهبوط أو الإقلاع، خصوصا أنه لا توجد أنوار إرشادية للطائرات عند الهبوط، مما يجعل التحدي أصعب. لذا ليس من المستبعد حدوث العديد من حوادث الطيران بسبب هذا المدرج. المطار في جزيرة سابا الكاريبية، ومدرج هذا المطار يعد المدرج الأقصر عالميا، كما أن المطار محاط بالعديد من الجبال والتلال، مما يجعل الوصول إليه والعبور على مدرجه أمرا صعبا للغاية.